ازيكم؟ يلا بينا نخش على اكلات المطبخ. انا بعمل لكم اكله في فيديو منفصل عن التاني. انا نزلت معاكم على القناه عندي بالكوارع. النهارده هعمل معاكم ممبار بطريقه مظبوطه جدا، مش هيفرقع منك ولا واحده. هنظبط الحياء بتاعه جدا وهنعمله طعمه عظمه. اول حاجه هاجي في حله فيها شويه زيت حلوين، حوالي كوبايه زيت. هنزل عليهم ببصلتين مفرومين ناعم لو انتم مش عايزين البصل باين. هنبتدي بقى اول ما البصل يحمر يبقى بالشكل ده، هنزل بمعلقه بابريكا عاديه. هدي تشويحه بسيطه وهنزل معايا بعصير الطماطم بتاعي. انا نازله هنا بحوالي كيلو ونص طماطم. تمام، لو طلع زياده هقولك هنعمل ايه. اهم حاجه ان احنا هننزل بكميه الطماطم بتاعتي متفرزه بقى او فريش زي ما انت عايزه. نزلت هنا بملح وكمون وسبع بهارات. المكونات كلها هتلاقوها تحت الفيديو. هسيب الطماطم بتاعتي لحد ما تتسبك بالشكل ده. هعرف منين انها اتسبكت؟ الزيت بتاعي هيطلع الوش. وبعد ما اوصل للقوام والشكل ده هنبتدي نجهز معايا الخضره بتاعتي. شبت وبقدونس وكزبره حزمه وحزمه وحزمه مقطعهم قطع صغيره. وهنا انا جهزت بصلايه كبيره مفرومه او بصلتين متوسطين هتفرميهم ناعم خالص وضيفيهم على الخضره، هيدي طعم جميل قوي للممبار. تمام، بعد ما اقلب البصل بالخضره بتاعتي كويس هنزل بقى هنا بالكزبره والفلفل الاسود. طبعا هتسألوني ما نزلتش بيهم ليه في الأول مع الصلصة مع الملح والكمون والسبع بهارات، لأن الملح والكمون والسبع بهارات أنا بعتبرها صلصة المحشي المعتادة. لكن لما باجي أعمل ممبار بضيف الكزبرة والفلفل الأسود. فلو أنا عملت الصلصة وطلعت مني كتير هعمل إيه؟ بدل ما أغير طعمها يبقى أنا محتفظة بالصلصة بتاعة المحشي جاهزة معايا. لو حبيت أعمل منها محشي هتكون الصلصة معايا جاهزة. لكن احنا بقى الممبار بنعمله على فترات بعيدة، فبدل ما تقعد معايا الصلصة كتير في الفريزر بتاعة الممبار ابقى انا عندي صلصة محشي جاهزة لو عايزة استعملها. لكن لو انتوا عايزين تضيفوا من الاول خالص الكزبرة والفلفل الاسود وتحتفظوا باكياس صلصة جاهزة، عشان انا ساعات بعمل صلصة المحشي دي واحتفظ بيها في الفريزر، فممكن تعملوا اكياس صلصة فيها توابل الممبار وتبقى عندكم جاهزة في الفريزر برضو. وانا هنا بعد ما قلبت التوابل بالخضرة بتاعتي نزلت عليهم بالرز بتاعي، كيلو رز لكل كيلو ممبار كيلو رز. وهبتدي انزل بالصلصة بتاعتي واحدة واحدة لحد ما تاخد اللون الاحمر كلها. والكل كيلو ممبار بننزل عليه بحزمة كزبرة وحزمة شبت وحزمة بقدونس لو الحزمة كبيرة. لو الحزمة صغيرة هنزل باتنين واتنين واتنين. تمام، انا هنا نزلت بحوالي ربع كوباية زيت علشان الممبار بيحب الزيت يكون زيادة شوية في الصلصة والرز بتاعه. تمام، فنزلت هنا زودت شوية زيت مش كتير لان انا كنت مزودة الزيت في الصلصة. ولو اتبقى مني صلصة هبتدي اشيلها في الفريزر واستعملها للمحشي. نيجي للممبار. انا الممبار غسلاه كويس جدا، عايزه اقول لكم قطع نفسه من الغسيل. فبغسله وبنقعه في دقيق وليمون وملح وبغير له الميه وافضل ادخل ميه جواه لحد ما يبقى عندي زي الشمع، يبقى نضيف بالشكل ده. هبتدي بقى اقطعه او هقص مقص بالحجم اللي احنا عايزينه. ولو انتوا عايزينه الحجم متساوي ببتدي اقص اول مقاس انا عايزاه وعلى قده بعمل بالشكل ده بالسكينه. يعني انا اهو حبيت المقاس مثلا حوالي 10 15 سنتي، هقص اول واحدة للمقاس اللي انا عايزاه وعلى قدها هقص الباقي. يعني وانا ماسكة اهي ده الطول اللي انا عايزاه المناسب، بقيس على قده. وهبتدي بالسكينة اجي عند اخر الطرف بتاع القطعة التانية وهقص على طول او هقطع بالسكينة اهو بالشكل ده. هقطع معاكم بالسكينة اهو ونرجع تاني وهكذا. اللي هتتقطع احطها طبعا في طبق فاضي قدامي لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. يلا بينا نبتدي نحشي بقى الممبار. انا هنا مجهزه شويه رز، ببتدي امسك الممبار بالشكل ده وهحشيه بالرز بتاعي. ريحه الخلطه في الرز كانت تحفه. تمام، انا بحب اعمله متسبك، في ناس بتحبه ني زي ما انتوا حابين. لو حابين ني قولوا لي وهعمل لكم ليه فيديو. وهو يعتبر نفس اللي احنا عملناه ده بس من غير الصلصه، احنا بنقطع الطماطم فقط. وبرده هعمل لكم ليه فيديو ان شاء الله. اهم حاجه بقى دلوقتي وانا بحشي الممبار بتاعي، انا بحشي بس الممبار ما ينفعش يتملي على الاخر. انا لازم احشي الممبرايه تبقى مبططه. تمام، يعني ايه؟ انا مليت الممبار اهو، ما يتمليش للاخر، يعني تبقى الواحده مش منفوخه، يعني الواحده مبططه. انا هوريها لكم برضو. انا ببتدي بس اهم حاجه ان انا هامله الممبرايه بتاعتي كلها رز. تمام، وهبططها معاكم للاخر. انا بفضل واحده واحده ادخل الرز
ودي اسهل حاجة تحشوا بيها. تمام. ده ممبار بقري. تمام. ولو ممبار ضاني بقى بيبقى يا سلام، بيبقى طعمه حلو جدا. المهم ان نفس الشكل كده. بصوا انا عملت ازاي. انا ببتدي بعد ما املاها افرغ لو في اي رز زيادة عشان ما يفرقعش مني. تمام. بعد ما نخلص الكمية بقى هجهز معايا حلة فيها نصها مية مغلية، هنزل ببصلاية متقطعة مكعبات وطماطماية، لورا، فلفل اسود، حبهان. اول ما المية تغلي معايا ببتدي اوطي النار وهنزل بقى بالممبار بتاعي، بمسكه بالشكل ده وهنزل بيه علشان يقفل. بصوا اول ما بينزل بيقفل ازاي. اللي بعديها نفس الكلام، انا بحاول اتخلص من اي رز عليه. تمام. اهو اهم حاجة بكون ماسكة البوز ده كده الاتنين مع بعض وهنزل بيهم بالشكل ده. انتي اول ما بتنزلي بيه في المية السخنة بتلاقيه البوز ده قفل على بعض على طول، مش هيطلع اي رز ولا حاجة. وبعد ما بنزل بالممبار بتاعي بغطيه وبسيبه ساعة الا ربع بالظبط، 45 دقيقة بالظبط. في اول 10 دقايق على نار عالية لحد ما ياخد مع بعض كده شوية غلوة، بهدي النار وبسيبه. بعد 45 دقيقة هتلاقيه الرز معايا استوى. ملكيش دعوة بالجلد. تمام. انا بشوف الرزاية اللي جوه استوت ولا لا. بعد كده برفعه معايا على مصفى وبسيبه يهدى خالص عشان ما يفرقعش. لازم نحمره وهو بارد، ما تحمريش ممبار وهو سخن. تمام. باجي بقى في زيت غزير وهنزل بالممبار بتاعي، والنار تكون متوسطة وهنغطيه ياخد لون من على الوش ده وهقلبه على الناحية التانية. وبس كده. يلا بقى جهزوه وقولوا لي رأيكم عشان بجد هيطلع معاكم عظيم جدا، مش هيفرقع معاكم. هيطلع الطعم حلو قوي ان شاء الله بالبهارات دي. ما تزودوش البهارات عشان الطعم ما يغيرش معايا وتستمتعوا بطعم الممبار. يلا انا مستنياكم تجربوه وتقولي لي رأيكم. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.